تريليون دولار. الرقم ده هو حجم الخسارة اللي اتعرضت ليها شركات التكنولوجيا الأمريكية في يوم واحد بس بعد إعلان الصين عن نموذج الذكاء الاصطناعي المجاني والمنافس المباشر لتشات جي بي تي. وعلشان تبقى مستوعب حجم الخسارة قد إيه، فالرقم ده تقريبا يساوي أكتر من ميزانية 4 أو 5 دول مجتمعين مع بعض. لكن اللي يلفت نظرك إن شركة انفيديا العملاقة في مجال صناعة الجي بي يوز والذكاء الاصطناعي كانت أكبر المتضررين من الأحداث دي. الشركة خسرت حوالي 600 مليار دولار، يعني بنتكلم عن أكتر من نص الخسارة كانت من نصيب شركة انفيديا لوحدها. بس يا ترى إيه السبب ورا الزلزال اللي حصل في سوق الأسهم ده؟ وهل النماذج الجديدة اللي طلعت دي مجرد تطور تكنولوجي طبيعي، ولا ده جزء من المنافسة الاقتصادية الشرسة ما بين أمريكا والصين؟ وإزاي ظهور النماذج زي دي ممكن يأثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي؟ كل ده وأكتر هنجاوب عليه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة. أنا خالد جاد، ويلا بينا. السلام عليكم. الصراحة النهاردة أنا مش جاي أقول لك إن الصين عملت نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مجانية ويلا نستخدمها. الموضوع أعمق من كده بكتير. الذكاء الاصطناعي بقى واحد من أقوى الأسلحة الاقتصادية في العالم، والصين بدأت تنافس أمريكا فيه بشكل شرس جدا. في يناير 2025 الصين فاجأتنا بمنافسة قوية وغير متوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدمت نماذج متطورة قدرت تنافس وبقوة الشركات الأمريكية العملاقة، وأثبتت وجودها بجدارة في السوق العالمي. ودي طبعا نقطة تحول كبيرة في انتهاء عصر الاحتكار الأمريكي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ببساطة اللي بيتحكم في الذكاء الاصطناعي النهارده هو اللي هيتحكم في اقتصاد المستقبل. لحد السنة اللي فاتت بس شركات أمريكية زي جوجل وأوبن اي اي كانوا هم ملوك المجال ده، بس دلوقتي الصين بقت منافس حقيقي ليهم، لأنها مش بس طورت تقنيات مقدمة، لا دي كمان بتوفرها بكفاءة أعلى وبشكل اوبن سورس، يعني مجاني تماما. وده طبعا بيهدد سيطرة الشركات الأمريكية على السوق العالمي للذكاء الاصطناعي. وهنا بتيجي مشكلة شركة انفيديا، الشركة اللي اتفرمت بسبب الصراع الاقتصادي ما بين أمريكا والصين. بس خلينا نرجع بالزمن شوية ورا علشان نعرف الصراع ده بدأ ازاي بالظبط. في 2022 أمريكا فرضت أول مجموعة من العقوبات على تصدير الرقائق المتقدمة اللي بتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي للصين، وده طبعا كان ضربة قوية جدا لصناعة التكنولوجيا الصينية، لأنها بتعتمد بشكل أساسي على معالجات انفيديا في تطوير الذكاء الاصطناعي. انفيديا بقى علشان ما تخسرش السوق الصيني اللي بيدخل لها نسبة كبيرة من إيراداتها، حاولت تلاقي مخرج من العقوبات دي عن طريق تصميم شرائح A800 المخصصة للصين، ودي طبعا كانت نسخة معدلة من شرائح A100 القوية بتاعتها، بس في نفس الوقت متوافقة مع القوانين اللي أصدرتها أمريكا. لكن بعد فترة قصيرة أمريكا رجعت تشدد العقوبات أكتر، فاضطرت انفيديا تعمل شرايح تانية اسمها H800، وده إصدار تاني أضعف شوية لكن لسه قادر يلبي احتياجات السوق الصيني. وفي أواخر 2023 أمريكا قررت بقى تقفل عنهم مية ونور، ومنعت تماما تصدير أي رقائق ذكاء اصطناعي للصين، وبالتالي انفيديا اضطرت توقف بيعها هناك بشكل نهائي. الصين بقى في الوقت ده كانت بدأت فعليا تشتغل على تصنيع الرقائق بتاعتها بنفسها، لكن طبعا ما كانتش لسه وصلت لنفس مستوى الشيبس اللي بتاخدها من امريكا. لكن على الناحيه الثانيه بقى بالنسبه لانفيديا، القرار ده كان ضربه كبيره جدا ليها، وخلى قيمه اسهمها تنزل اكتر من 20%، وايراداتها اتاثرت بشكل كبير بسبب فقدانها سوق ضخم زي السوق الصيني. لكن هل العقوبات دي فعلا عطلت الصين؟ بالعكس، الصين استغلت الموقف ده وبدأت تطور نماذج ذكاء اصطناعي محليه متوافقه مع امكانياتهم الحاليه. وبعض المحللين شافوا ان قرار امريكا كان ليه تاثير مزدوج، صحيح انه صعب الطريق على الصين شويه، ولكنه في نفس الوقت خلاها تعتمد على نفسها وتشتغل على تقنياتها الخاصه بشكل اسرع. والصين بالفعل قدرت تطور نماذج ذكاء اصطناعي قويه زي ديب سيك R1 وكوين 2.5، واللي بداوا ينافسوا النماذج الامريكيه وبقوه، وخصوصا انهم نماذج مجانيه وكمان بتدعم خاصيه الاوبن سورس، يعني اي حد يقدر ينزل النماذج دي ويطورها ويشوف الكودز بتشتغل ازاي ويقدر يحسن عليها كمان. وده طبعا هدد بشكل مباشر الشركات الامريكيه الكبيره زي اوبن اي اي، وخصوصا نموذج شات جي بي تي. هو طبعا محدش يقدر ينكر ان شات جي بي تي عمل طفره كبيره في عالم الذكاء الاصطناعي، وكلنا انبهرنا ولسه بننبهر بالامكانيات بتاعته. لكن هل معنى كده انه كامل وما فيهوش اي عيوب؟ بالتاكيد لا. زي اي تكنولوجيا موجوده بيكون ليها مميزات، لكن برضه بيكون ليها تحديات ونقط ضعف محتاجه تتظبط. واحده من ابرز المشاكل اللي بتواجه مستخدمين شات جي بي تي هي بطء الاستجابه. في بعض الاحيان تلاقي نفسك بتساله سؤال وياخد وقت طويل جدا علشان يرد عليك، وده طبعا مفهوم علشان شات جي بي تي نموذج ضخم جدا ومعقد ومحتاج قوه حسابيه جبار علشان يشتغل بكفاءه. تخيل كده لما تكون سايق عربيه موتورها قوي بس في نفس الوقت العربيه وزنها تقيل جدا، فمهما كان الموتور قوي العربيه مش هتبقى اسرع حاجه. بالظبط كده بقى شات جي بي تي، لانه بيستخدم معماريه كثيفه، يعني كل المعاملات بتاعته اللي عددها بالمليارات بتشتغل كلها في أي مهمة بينفذها، وده طبعا بيخليه يستهلك طاقة كبيرة جدا وياخد وقت أطول شوية في الاستجابة، وخصوصا في المهام المعقدة. وكمان غير بطء شات جي بي تي،
فهو كمان بيحتاج كمية مهولة من البيانات علشان يتدرب ويبقى ذكي، وده طبعا بيخلي تدريب شات جي بي تي مكلف جدا من ناحية الطاقة والوقت والفلوس. ومش بس كده، في مشكلة تانية مهمة وهي الدقة في المهام المتخصصة. يعني لو سألت شات جي بي تي سؤال عام ممكن يديك إجابة كويسة ومفهومة، لكن لو دخلت في تفاصيل دقيقة ومجالات متخصصة زي الطب والهندسة هنا بقى ممكن تلاقي إجابات شات جي بي تي مش دقيقة بالشكل المطلوب. وده طبعا طبيعي لأنه ببساطة ما اتدربش بشكل كافي على البيانات الدقيقة والمتخصصة في المجالات دي. زي كده بالظبط لما تجيب دكتور ممارس عام وتشغله شغلانة متخصصة زي مثلا جراحة القلب، فمهما كان الدكتور ده شاطر لكن برضه مش هيقدر يعمل الشغل المطلوب من الدكتور المتخصص. هنا بقى يظهر ميزة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية زي ديب سيك R1 وكوين 2.5 اللي اتغلبوا على نقطة الضعف دي في شات جي بي تي. فهنلاقي ان نموذج ديب سيك ركز بشكل اساسي على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والسرعة، وده لان ديب سيك بيستخدم معمارية ذكية اسمها ميكتشر اوف اكسبرتس، والمعمارية دي بتخليه يشغل بس الجزء اللي محتاجه من النموذج في كل مهمة. وده طبعا بيوفر اداء افضل بكتير في السرعة من شات جي بي تي ومن غير ما يستهلك نفس كمية الطاقة المهولة. وده بيخلي ديب سيك خيار مناسب اكتر للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي ميزانيتها محدودة ومش هتقدر تتحمل تكاليف شات جي بي تي الضخمه. اما بالنسبه لنموذج كوين اللي طورته شركه علي بابا الصينيه فده بقى بيركز اكتر على الدقه في المهام المتخصصه. يعني لو انت شغال في مجال زي الطب او القانون ومحتاج نموذج ذكاء اصطناعي يفهم كويس قوي في المجال اللي انت شغال فيه، هنا كوين ممكن يكون اختيار افضل ليك من شات جي بي تي، لان كوين متدرب على البيانات المتخصصه في المجالات دي بالذات ويخليه يقدر يديك اجابات ادق بكتير. المفاجاه بقى الاكبر ان في احدث اصدار من كوين اللي هو كوين 2.5 ضافوا ميزه جديده ومهمه جدا للمبرمجين. الميزه دي بتخلي المبرمج يقدر يشوف الكود بيتنفذ ويتراجع قدامه وهو بيكتبه، وده طبعا بيخلي كوين 2.5 خيار قوي جدا ومغري لاي حد شغال في مجالات البرمجه والتطوير. والنماذج دي شجعت الشركات الناشئه الصينيه انها تبدا تعتمد وبقوه على النماذج الذكيه الجديده دي في مجالات زي التجاره الالكترونيه وتطوير التطبيقات والرعايه الصحيه. وده خلى كتير من الشركات الصينيه الناشئه تنافس عالميا بكل قوه، وحط الشركات الامريكيه الكبيره في موقف لا تحسد عليه، لان المنافسه دلوقتي ما بقتش مع الشركات المدعومه من الحكومه الصينيه بس، لا دي كمان بتنافس موجه من الابتكارات اللي بتطلع من جوه الشركات الناشئه كل يوم. فالصين مش بس اذهلت العالم لما قدرت تدرب النماذج بتاعتها في مده ما تتعداش شهرين، لا دي كمان انهم عملوها بتكلفه لا تتعدى 1% من اللي الشركات الامريكيه بتحتاجه علشان يطوروا نفس النموذج. والخبر ده كان ليه تاثير كبير جدا على سوق الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، لان طبيعي جدا المستثمرين بدأوا يشكوا في قراراتهم لما شافوا ان الصين بتقدر تحقق نفس التطورات التكنولوجيه الكبيره دي بميزانيات اقل بكتير من الشركات الامريكيه. وده طبعا خلى ناس كتير تفكر ألف مره قبل ما تستثمر فلوسها في شركات زي اوبن اي اي وجوجل. فنقدر نقول ان الموضوع هنا ما بقاش مجرد منافسه عاديه ما بين دولتين لتطوير التكنولوجيا وبس، الموضوع دلوقتي حرفيا عباره عن حرب اقتصاديه. امريكا بتحاول بكل الطرق انها تبطئ تقدم التكنولوجي للصين، والصين في المقابل ما بتستسلمش وبتحاول باستمرار تلاقي طرق وبدائل علشان تستمر في المنافسه وتطور من نفسها. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقى، ازاي الصين قدرت تتخطى كل العقبات دي وتحقق كل التقدم اللي عملته ده؟ والاجابه الصراحه بسيطه، الصين اشتغلت على اكتر من محور في نفس الوقت. واول حاجه عملتها إنها عملت تحالفات تجارية قوية مع دول تانية زي مثلا دول الخليج العربي اللي التجارة بينها وبين الصين زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. كمان الصين عززت علاقاتها مع الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية علشان تضمن وصولها المستمر للموارد الأساسية اللي محتاجاها في صناعة التكنولوجيا. وده طبعا غير التقارير اللي بتأكد إن الشركات الصينية زودت استثماراتها بشكل كبير في مجال البحث والتطوير. وكل الخطوات دي بتخلي الصين تقرب كل يوم أكتر وأكتر من هدفها الأكبر، وهو تحقيق الاستقلال التكنولوجي الكامل بعيد عن أمريكا. في نفس الوقت ده بقى أمريكا هي كمان مش ساكتة، وضغطت هي كمان على حلفائها علشان يمنعوا دخول الذكاء الاصطناعي الصيني للأسواق الغربية. فالموضوع ما بقاش ما بين أمريكا والصين بس، لكن في دول زي كوريا الجنوبية واستراليا وتايوان وإيطاليا هم كمان حظروا استخدام ديب سيك في بلادهم. طيب ليه بقى الدول دي أخذت قرار الحظر؟ هنلاقي إن السبب الرئيسي المعلن هو المخاوف الأمنية. ببساطة الحكومات دي قلقانة من ناحيتين أساسيتين، أولاً الأمن السيبراني أو أمن المعلومات، هم مش متأكدين تماماً من مدى أمان برنامج ديب سيك. والناحية التانية ودي الأهم هي خصوصية البيانات. الحكومات دي بتقول إنها مش عارفة بالتحديد إزاي شركة ديب سيك بتتعامل مع بيانات المستخدمين وإيه الضمانات اللي بتحمي المعلومات الشخصية بتاعتهم، وده طبعاً قلق مشروع، خصوصاً لما نتكلم على معلومات حساسة ممكن تكون موجودة على الأجهزة الحكومية. بس الأهم من كده إن في تخوفات من إن الحكومة الصينية نفسها ممكن يكون ليها الحق الوصول للبيانات دي بحكم القانون الصيني. تمام، جميل جدا.
بس هل فعلا بقى المخاوف دي مبررة؟ وهل ديب سيك بيختلف عن برامج الذكاء الاصطناعي التانية؟ في الحقيقة إن أغلب شركات التكنولوجيا الكبيرة دلوقتي سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية بتجمع بيانات المستخدمين بكميات كبيرة جدا. شركات زي ميتا وجوجل وأوبن اي اي نفسها كلهم بيستخدموا بيانات المستخدمين علشان أغراض مختلفة زي الإعلانات الموجهة وتحسين الخوارزميات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكتير منهم اتعرضوا لمشاكل وغرامات بسبب انتهاكات الخصوصية، لكن ده ما أثرش على شغلهم بشكل كبير. طيب إيه الفرق بقى بين الشركات دي وبين ديب سيك؟ الفرق هنا بيرجع للمنظور السياسي. الدول الغربية بتتعامل مع الشركات الصينية بنوع من الشك بسبب قوانين زي قانون الاستخبارات الوطني الصيني اللي ممكن يسمح للحكومات الصينية بالوصول لبيانات الشركات، فهم خايفين ان البيانات اللي بتجمعها منصات صينية زي ديب سيك وكوين انها ممكن تستخدم في التجسس او عمليات الاختراق او المراقبة. بس هل الكلام ده فعلا بيحصل؟ الصراحة محدش يقدر يجزم، لكن مجرد ان يكون في احتمال ده كافي جدا من وجهة نظرهم لتبرير الحظر من منظور الامن القومي. بس في المقابل بقى التطبيقات الغربية مش بيعتبروها تهديد للامن القومي، هم شايفين ان الشركات الغربية ممكن تكون فعلا بتسبب مشكلة، بس ممكن المشكلة دي تتحل بالقانون، لكن الشركات الصينية بيعتبروها تهديد امني مباشر يستدعي الحظر. فانا الصراحة من وجهة نظري انها ازدواجية معايير واضحة جدا، ولكن في نقطة برضو مهمة جدا في الموضوع ده. الصين هي كمان نفسها مش بتسمح لوصول المستخدمين داخل الصين لمنصات تكنولوجيا غربية كبيرة زي اكس وفيسبوك وحتى شات جي بي تي. يعني نقدر نقول ان الموضوع فيه نوع من المعاملة بالمثل، الصين بتحظر منصات غربية والغرب دلوقتي بدأ يحظر المنصات الصينية، وده طبعا بيورينا ان المنافسة التكنولوجية ما بين الدول الكبرى ما بقتش مجرد سباق على مين يطور تكنولوجيا احسن، دي بقت حرب باردة من نوع جديد. فكل اللي بيحصل ده خلى مؤسسات اقتصادية عالمية تقول ان استمرار الصراع ده هيأثر على الاقتصاد العالمي كله، لان اي اضطراب في سوق التكنولوجيا هيكون ليه تأثير مباشر على باقي القطاعات. اما بالنسبة لينا بقى كدول شرق اوسط، فالمنطقة مش بس ممكن تستفيد من الصراع ده، دي كمان ممكن تلعب دور مهم فيه، لان كل من الصين وامريكا هيحاولوا يقدموا عروض جذابة للدول العربية علشان يكونوا شركاء في تطوير الذكاء الاصطناعي، وده ممكن يفتح فرص اقتصادية كبيرة. وبكده الدول العربية هيكون عندها فرصة قوية انها تستثمر في مراكز بيانات ضخمة وتقنيات ذكاء اصطناعي محلية، وكمان تستفيد من تحالفات مع امريكا او الصين حسب مصالحها. ومثال على كده دولة الامارات اللي هتشارك في تمويل مشروع ستار جيت الامريكي الجديد من خلال شركة اماراتية ضمن 4 شركات رئيسية. وما ننساش كمان ان في شركات تقنية كبيرة تانية عايزة تستثمر وتأمن وجودها في اسواق جديدة وسط الصراع المستمر ما بين امريكا والصين، ودي هتكون فرصة لدول المنطقة اللي هيقدروا يوفروا الاسواق دي. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، تفتكروا مين اللي هيكسب السباق على الذكاء الاصطناعي؟ هل الصين فعلا هتقدر تتفوق وتسيطر على المشهد، ولا الشركات الامريكية هترجع تستعيد قوتها وهيمنتها على المجال ده؟ والاهم من كده، هل ممكن في يوم من الايام نشوف دول عربيه تدخل المنافسه دي بقوه وتقدر تطور نماذج الذكاء الاصطناعي خاصه بيها، ويبقى عندنا اقطاب تانية غير امريكا والصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟ حسنا رايكم في التعليقات. وبس كده، دي كانت كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان، ولو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبها لنا في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.